السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى ومن بسنته وآثاره اقتدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، يا أيتها الأخوات الفاضلات، يا هذه الوجوه المشرقة النيرة الصباح، والأيدي المتودئة، والقلوب المفعمة حبا لله وإيمانا وتصديقا بكتاب الله وسنة رسول الله، اسمحوا لي أن أقول لكم إني أحبكم في الله محبة أختصها لي ولكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يحيص الناس في عرصات يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، أيها القائمون على أمر الدعوة في هذا البلد المبارك، أبارك لكم من ثنايا القلب وسويداء الوجدان وطوايا الضمير هذا العمل والجهد المبارك الذي إن تكالبت القلوب وتألبت النفوس والأرواح فإنما تأتلف وتجتمع من أجل غرض واحد ووحيد، هو أن نخرج من آلام ذواتنا أفرادا كي نلتحم مع آلام أمتنا جماعات، أن يخرج الواحد منا من محور ذاته إلى محور الأمة، من مركزيته إلى مركزية الأمة، من قزميته إلى عملقة الأمة، من ضعفه إلى قوة الأمة. إن الإنسان الذي يحيا لغيره هو إنسان عظيم بكل ما في الكلمة من معان. إن الإنسان الذي يقوم في الناس يصرخ فيهم: يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإنسان ارتقى وحلق في الآفاق، بل فوق الغيوم، فوق الثريا. إن كان من الخلائق من لهم أعناق تطاول السماء والثريا، فإن عندنا أطفالا أقدامهم فوق الثريا ورؤوسهم لامست قبة السماء. بل إن من الصادقين من لهم قلوب لا تحيا إلا بجوار الله، وإلا في ظل عرش الله، وإلا في ملكوت الله، وإلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كلما جلت في البلدان ورأيت مثل هذه الاجتماعات علمت أن الفجر آت، وعلمت أن المجد سيزحف في ثناياه، وعلمت أن الكرامة ستخطب ود هذه الأمة من غير ما مهر، لأن المهر قد دفع. علمت أن السؤدد سيخطب ود هذه الأمة من غير ما مهر، لأن المهر هناك في كفة الميزان والعمل يوم القيامة. وأما بعد ذلك فإنني أطلب منكم أمرا بسيطا تعذرونني عليه، فإنني أستسمحكم قلوبكم، أي أستسمحكم أن تعيروني قلوبكم، وأستسمحكم أرواحكم، وكي نخرج من جو الفكاهة المعبرة الهادفة إلى كلمة روحانية أسأل الله جل ثناؤه أن يعينني في الإخلاص فيها، وأن يجعل الثمرة والبركة والغيث الصيب فيها. لأجل ذلك أرجو من إخواني ومن أخواتي، وأملي على الله، بل رجائي على الله، أن يكون بيننا إن لم يكن صدقا منا فحسن ظن فيه، أن يكون فينا ولو أخ أو أخت صادق أو صادقة مع الله، إذا ما تضرع إليه
أسح غيث رحمته جل وعلا على أرض القلوب فتزهر رياحينا وتثمر حبا يشتعل براكينا. لأجل ذلك